أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يستقبل رئيس الفيفا. 90% من سكان شمال البحر الأحمر يحصلون على خدمات الصحة. صيانة الطريق دك أمحر زورونا. مقتل وإصابة عشرات في انفجار سيارتين في مقديشو. السفارة الأمريكية تفتح أبوابها في القدس خلال مايو. وفيضانات وانهيارات دينية تغرق مئات البيوت بإندونيسيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي بقاعة دندن يوم أمس 23 من فبراير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جان إنفانتينو. وأهاب الرئيس إسياس أفورقي لمواصلة الفيفا برامج الإصلاح التي بدأتها، مشيدا بالزيارة التي قام بها إلى إريتريا لتوطيد العلاقة من أجل الرفعة ونهضة الرياضة. من جانبه أوضح الرئيس أو السيد جان إنفانتينو أن إريتريا لديها تجربة تمتد لسنوات طويلة وموارد كامنة، مؤكدا استعداد الفيفا للمساهمة بدورها لتطوير رياضة كرة القدم في إريتريا والعمل للشراكة الثنائية. وبحث رئيس الفيفا الذي وصل إلى أسمرة فجر يوم الجمعة تطور كرة القدم الإريترية مع مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدات خلا. واستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جان إنفانتينو خلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا مدربي تنشئة المواهب في استاد أسمرة، وزار المبنى الجديد لمكتب الاتحاد الوطني لكرة القدم، كما تفقد معمار مدينة أسمرة الجميل الذي وضع في سجل التراث العالمي. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر بأن أكثر من 90% من سكان الإقليم يحصلون على خدمات الصحة، وأن 74% منهم يحصل عليها داخل 10 كيلومترات. وأوضح مسؤول المكتب الدكتور يوهانس تخستي أن تجميع القرى مكن سكان المناطق النائية الذين كانوا محرومين من الخدمات الاجتماعية الأساسية من الحصول على الخدمات، حيث تم رفع المؤسسات الصحية خلال 26 عاما من 5 إلى 41 لتسجل نموا بنسبة 800%. وأشار إلى أن بدء العيادات المشيدة في قارورا وإنبات كلا وإيرافيلي العام الماضي في الخدمات، وتشييد عيادة جديدة في عيلا بابو بمديرية أدوبحة يخلق دفعا للخدمات المقدمة، موضحا بأن تجهيز معظم المؤسسات الصحية بالمعدات والكادر البشري أسهم للحد من ضغوط المستشفيات. وذكر عن تخصيص سيارات إسعاف للمراكز الصحية في أندلال وقارورا وأدوبحة وقامجوا ودهلك ومهميمين لحل إشكالية المواصلات، وبدء خدمات طب الأسنان في مستشفيات نقفة وأفعبت ومصوع. تقوم شركة أسبيكو للإنشاءات بصيانة طريق دك أمحر زورونا الترابي البالغ طوله 65 كيلومترا. وأوضح المهندس ولد قرقيس كحساي أن الطريق الذي يربط مديريات دك أمحر وماي عيني وزورونا مهم لسكان المديريات، ويتم توسيعه وردمه. وأشار إلى إنجاز 40 كيلومترا من أعمال الصيانة التي وصلت بلدة ماي عيني، ويجري العمل المكثف لإنجاز الصيانة المتبقية إلى زورونا في أقصر وقت. وأوضح السكان أن صيانة الطريق بدأت تخلق الارتياح لسيرورة وملائمة المواصلات، وسيسهم كثيرا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقام سكان قرى ماي عيني بأعمال حماية التربة وحفظ المياه في مساقط المياه لحماية الطريق من الانجراف، كما نظموا حفلا ترفيهيا لأعضاء شركة أسبيكو العاملين لصيانة الطريق. صرح مسؤول التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ إدريس علي عن دور الآباء البارز في تطور التعليم عامة، وخاصة مضاعفة مساهمة الطلاب في مائدة التعليم بمديرية جنوب دنكاليا. وفي اللقاء الذي أجراه الأستاذ إدريس مع ممثلي سكان حارسلي وآبو، أوضح بأن التعليم هو أساس متين للتطور والازدهار لمواكبة التطور التكنولوجي، داعيا الآباء لتعزيز دورهم في متابعة وتشجيع أبنائهم لتحقيق الأهداف المرجوة.
وذكر السيد إدريس ازدياد طلاب المنخرطين في مائدة التعليم بفضل الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة حتى المناطق البعيدة في القطاع التعليمي، داعيا الآباء والإدارات للعمل المنسق مع المدارس للقضاء على محو الأمية بشكل كامل. من جانبه قدم مسؤول التعليم الأساسي الأستاذ خليل عثمان توضيحا حول مساهمة الطلاب في المدارس المتوسطة مقارنة بالجنسين، بالإضافة إلى نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، داعيا للعمل المنسق لتحسين مستوى النتائج التي تحققت في مدارس مديرية دنكاليا مقارنة بمدارس المديريات الأخرى. من جانبهم أكد المشاركون عن المساهمة بدورهم ليكونوا أبنائهم متفوقين في التعليم الأكاديمي. هذا وتوجد 8 مدارس في ضاحية حرسليه وآبو، بداية من رياض الأطفال وحتى المدارس المتوسطة. نظمت سيمينارات في مدينة دك أمحارة للسكان وسائقي السيارات حول مكافحة الجرائم والحوادث المرورية. وعقد مسؤول مكافحة الجرائم في الشرطة الإقليمي الجنوبي الرائد ولدو زولدي سيمينارا لسكان مدينة دك أمحارة حول مكافحة الجريمة والحوادث المرورية، مؤكدا بأن الوعي بالقانون هو الأساس للمكافحة. وقال إن عدم معرفة القانون لا يجنب المساءلة القانونية، موضحا بأن حملات التعبئة التي تقوم بها الشرطة تهدف إلى منع وقوع الجرائم، مهيبا لحل الخلافات بالوسائل القانونية. كما أوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الجنوبي الرائد هابتغوبرو في السيمينار الذي عقده لسائقي الحافلات أن الإهمال وعدم منح الأولوية من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية. من جانبه أوضح مسؤول مراقبة السلامة المرورية في المواصلات الشعبية للإقليم الجنوبي السيد آلم تخل هيمانوت عن اتهام 200 حافلة كبيرة وصغيرة في العام الماضي بخرق القانون المروري، ومنعت من العمل من أسبوعين إلى 3 أشهر، داعيا السائقين لتوخي الحذر من انتهاك قانون المرور المتواصل بسبب ظواهر الشجاع. وتشير وثائق الشرطة الإقليمي الجنوبي إلى وقوع 834 جريمة وحوادث مرورية في العام الماضي في الإقليم، أسفرت عن مصرع 13 شخصا وإصابة 307 بجروح وتدمير ممتلكات تقدر بملايين النغفات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت أجهزة الإسعاف في العاصمة الصومالية مقديشو إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارتين في المدينة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن الانفجار الأول استهدف نقطة أمنية على بعد أمتار من القصر الرئاسي ومقر للبرلمان، وعاقبه تبادل إطلاق نار كثيف بين الحراس وبين المهاجمين. وأضاف المصدر أن التفجير الثاني استهدف نقطة أمنية تابعة لجهاز المخابرات قرب مقر المخابرات، وعاقبه أيضا تبادل لإطلاق النار بين مهاجمين وحراس. وأفادت المصادر أن الاشتباكات بين الجانبين استمرت لفترة طويلة. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة في القدس في مايو القادم، وذلك بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية. وأضافت في بيان أن مقر السفارة سيكون في المبنى الذي يضم العمليات القنصلية في القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية عام 2019. من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عراقات إن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وإمعانا في تدمير خيار الدولتين. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل. ووصف نتنياهو الإعلان بأنه يوم عظيم لشعب إسرائيل.
شهدت إندونيسيا فيضانات عارمة تسببت في غرق مئات البيوت وتشريد الآلاف من المواطنين. وأوضح صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز شللا تاما في الحركة المرورية بسبب ارتفاع مناسيب المياه في الشوارع. يذكر أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، واعتبر 2 في عدد المفقودين إثر انزلاقات للتربة بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الإندونيسية جاكرتا أوائل الشهر الجاري. تدفقت قطعان الماشية من الأبقار والخرفان على شوارع العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لانطلاق النسخة الثانوية من المعرض الزراعي الدولي. ويشارك أكثر من 1000 عارض من نحو 40 دولة في المعرض الذي أقيم لأول مرة عام 1870. ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزيارة المعرض في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات قوية من نقابات المزارعين تتهمه بخفض المساعدات والتسهيلات المقدمة للمزارعين. وسافر البعض لمئات الكيلومترات للمشاركة في المعرض الذي يعد أكبر معرض زراعي في فرنسا، التي يعد فيها الإنتاج المحلي من المزروعات والألبان مصدرا للفخر. ويجذب المعرض أعدادا كبيرة من الزوار، خاصة الأطفال الذين يأتون إليه من أجل اللعب مع الحيوانات. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.